ودلوقتي خلاص كده الكفته بتاعتي استوت زي ما انتم شايفين، ما شاء الله هي سخنه جدا. لسه مطلعينها من الفرن دلوقتي. بصوا حاجه كده ايه تحفه. طبعا بتطلع الايه، بتنزل بقى، هي نزلت الدهون بتاعتها كلها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وطعمها حلو قوي قوي. حاجه بجد ايه جميله حلوه قوي قوي، وريحتها بقى تحفه. هنعمل الكفته النهارده ان شاء الله بطريقه حلوه جدا. هيبقى معانا كيلو من اللحمه المفرومه، وهيبقى معايا بصلتين هبقى بشراهم كويس، ويعني او عاملاهم في الكبه كويس ناعم، علشان خاطر احنا هنطلع منه الميه انتوا شايفينها ديت. احنا بنعصره جامد وبنطلع منه ميه البصل، وهنعرف هنعمل بيها ايه. وهبقى معايا برضو وحدتين كده من الفلفل، وهبقى برضو فرماه في قلب الكبه ناعم. وهيبقى معانا كمون، معلقه كده من الكمون والكزبره، وكمان معانا من الفلفل الاسمر. طبعا انا زي ما قلت البصل اهوت انا هرسته جامد جدا، يعني شلنا منه كل الميه علشان نشوف هنعمل بيها ايه. وبعد كده نبدا نحط بقى البصل، وبعد كده هناخد كمان معانا الفلفل، ونقلب بقى كل الكلام ده، او نقلب كل الكلام ده مع بعض، وكمان مع التوابل بتاعتنا، الفلفل الاسمر والكزبره، ومعانا الكمون. برضو ما ننساش الملح، هنحط الملح. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعض كده. طبعا ميه البصل انا مش هستخدمها دلوقتي. يبقى برضو هنحط الملح، عشان انا نسيت احط معلقه من الملح. هنحط معلقه من الملح ونظبط بقى الملح بتاعنا، ونبدا نقلب فيها. هنقعد نقلب فيها كده حوالي 10 دقايق، نطلع منها الايه الالياف. لما احس ان بقت بيطلع مني خطوط بيضه كده من اللحمه، علشان خاطر تبقى معانا كفته جميله، وتبقى بتقطم كده وحلوه زي بتاعه الحاتي بره لما بنجيب. فهو المفروض ان احنا نقعد نقلب في اللحمه كده مع البصل. طبعا لو عندك خضره حطي خضره بتبقى حلوه برضو، بس انا ما توفرتش فانا حطيت فلفل بدلها. ممكن نحط الفلفل ونحط الخضره كله مع بعضه يبقى حلو. هنقعد كده ندعك فيها زي ما قلنا حوالي 10 دقايق، لما احس ان اللحمه بصوا بدات الالياف تطلع منها. بصوا الخيط الابيض اللي شايفينه ده، هو ده كده يبقى انا كده خلطتها كويس او عجنتها كويس. هنعمل ايه بقى؟ هسيبها كده في التلاجة نص ساعة ساعة على حسب بقى الوقت بتاعك انتي، بس نسيبها تتشمع في التلاجة قبل ما نبدأ نصبعها. طبعا مية البصل زي ما قلت لكم هنخليها ونشوف هنعمل بيها ايه. احنا خلاص طلعناها كده من التلاجة وهي اتشمعت خلاص، بقت جاهزة. هنيجي بقى لمية البصل علشان نبدأ نشتغل فيها. مية البصل اهيت، وهنجيب معانا حوالي كيس كده او معلقتين من الصلصة لو عندك البرطمانات. ما عنديش البرطمان فجبت الكيس ده حوالي معلقتين من الصلصة. وهنجيب برضو حوالي كده معلقة من الفلفل الأسمر، وكمان شوية من الزيت، حوالي برضو معلقة كده من الزيت أو معلقتين أهو. ونبدأ نجهزها كده علشان دي ايه اللي هنشتغل بيها. اهي هي كده بقت جاهزه ان احنا نشتغل بيها بقى ايه، علشان نصبع بيها الكفته بتاعتنا وتدي طعم حلو جدا ليها. هنمسك بقى كده اي حاجه عندنا نصبع عليها، اي حاجه ان شاء الله حتى معلقه. يعني انا جبت اللي هي العصيان بتاعه الشيش طاووق تمام، ونبدا نشتغل عليها عادي مفيش مشكله. هنجيب ايدينا بس، المهم ان احنا ايه نمسك كده تمام، عشان خاطر بس ايه تبقى جاهزه اهي. وعلى عصيان الشيش طاووق كده، ونبدا ايه
او لو عندك معلقه، يعني لو مش متوفره معلقه، اي حاجه اي حاجه برضو بايدينا كده. طبعا انا مش هحتاج بقى ان انا ايه احط لها اي زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، خلاص تمام اهي. ونبدا بقى ايه نرصها في قلب الصاج بتاعي او الصينيه اللي انا هدخلها الفرن. مهم انا هشوف هدخلها الفرن بايه، اي حاجه يعني. ميه البصل دي بقى بتديها طعم حلو جدا جدا اهي. تمام برضو بنحطها كده. ميه البصل بقى بتساعد ان هي بتتشكل على طول، وكمان بتبقى متماسكه، يعني متقلقيش ان هي ايه مش هتبقى متماسكه ولا حاجه، لا هي ما شاء الله هي متماسكه وزي الفل. هخلصها بقى كده الكميه كلها. انا خلصت كده تصبيح الكفته زي ما انتم شايفين، خلصناها. اتبقى معانا بقى ميه من البصل، طبعا انا مش هرميها لانها طعمها حلو، بتدي طعم حلو جدا. فانا هجيب بالفرشه كده وابدا ايه ادي كده ايه على وش كل الكفته بتاعتي، لان الصلصه كمان بتدي اللون الاحمر الجميل للكفته. وطبعا ميه البصل اكيد اكيد بتدي طعم تحفه جدا، بتبقى عامله زي بتاعه كفته الحاتي بالظبط في الطعم. طبعا مش هنحط بقى اي زيوت على وشها خالص، ولا سمنه ولا حاجه، لان هي احنا حاطين في ميه البصل دي حطينا الزيت. فخلاص كده هي ايه مش محتاجه، الى جانب ان هي كمان بتنزل الدهون بتاعتها، فمش محتاجين يعني. دلوقتي بقى هنسيبها تريح شويه، وبعد كده ندخلها الفرن. هندخل الفرن هيبقى على درجه متوسطه، يعني 200، ونشغل من تحت الاول، وبعد كده لو ما اخدتش وش معايا خلاص بشغل الشوايه من فوق. لكن هي في العموم مع سخونيه الفرن هي بتستوي بسرعه جدا، يعني هي بتاخدش وقت في الفرن خالص. ودلوقتي خلاص كده الكفته بتاعتي استوت زي ما انتم شايفين، ما شاء الله هي سخنه جدا. لسه مطلعينها من الفرن دلوقتي. بصوا حاجه كده ايه تحفه. طبعا بتطلع الايه بتنزل بقى، هي نزلت الدهون بتاعتها كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طعمها حلو قوي قوي. اهو نرصها بقى في طبق التقديم كده زي ما انتم شايفين معايا. حاجه بجد ايه جميله حلوه قوي قوي، وريحتها بقى تحفه. بصوا من هنا اهي مش محروقه ولا اي حاجه، وطريه جدا وبتمط. دلوقتي يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين الكفته طلعت اهيت، كانت سخنه جدا وشكلها بقى زي ما انتم شايفين، يعني هي بتتكلم عن نفسها اكيد. بصوا تحفه تحفه. طبعا ما حطيتش عليها اي زيوت او اي دهون، هي اللي نزلت كل الدهن بتاعها زي ما انتم شايفين. علشان كده احنا ما كناش بنحط اي دهون في ارضيه الصاج بتاعي اللي مدخلاه، لان هي بتنزل الدهون بتاعتها وبيديها طعم جوسي وحلو قوي قوي. انا مش قادره اقول لكم على طعمها ولا ريحتها، كانت جميله جدا جدا. ممكن تقدميها بقى مع مكرونه بالصلصه. انا قدمتها في اليوم دوت بمكرونه سباكيتي، كانت حلوه قوي. ممكن كمان مع العيش تعمليها كده في سندوتشات، بتبقى حلوه جدا مع شويه طحينه ورشه بقدونس جميله كده، او مع الكاتشب برضو بتدي طعم حلو جدا جدا. أكلة بيحبوها الأولاد الكبار والصغار كلهم بيحبوها الصراحة. من الأكلات الجميلة والسريعة، وبتبقى طعمها لذيذ وجميل. أتمنى طبعا تكونوا النهاردة استفدتم معايا بالوصفة وعجبتكم بقى. وطبعا أتمنى تعلقوا لي كده، وأستنى تعليقكم الجميلة اللي بتبسطني أكيد، وتقولوا لي رأيكم إيه النهاردة في الفيديو بتاعي. كمان ما تنسونيش اكيد في لايك للفيديو طبعا لو عجبكم، واشتركوا بالقناة، نوروني وشرفوني بالاشتراك الجميل للقناة. هشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية باذن الله مع بعض. يلا مع الف سلامة.